بمثل دور طفله. تمام. ف بالخداع بالخداع. في نهايه اللقاء عشان الوقت خلاص انتهى وكده، تحبوا تقولوا ايه؟ مصطفى. اولا انا ما بداتش في الثوره من البدايه في بدايتها. انا مجرد شاب بسيط زي ما الدكتور محمد يوسف سلامه قال، تلقيت جرعه ثوريه بسيطه جدا، حاولت ان اكون زي اختي غاده، زي اخويا محمد، زي الشهيد مصطفى الصاوي. تمام. يعني انت بتكمل وبتسعى من خلال الجرعه البسيطه. طبعا. غاده. انا اولا بشكر الاعضاء المجهولين او الجنود المجهوله في اكسجين مصر، وطبعا الشباب، كل الشباب النشطاء السياسيين اللي ما حدش عارفهم. تمام. وكل شاب بيحاول يغير في المجتمع. جميل. بشكره جدا يعني. بشكر كل مصر. محمد. والله انا عشان الوقت بس انا عايز اقول بس قصه باختصار كده. ان كان في نوع ما حد عندي في الصفحه كان دايما بيكلمني، فانا اتصاحبت عليه، فانا فوجئت ان هو من كفر الشيخ. تمام. فهو بيحكي لي ان هو يعني كان عاجز نوعا ما، فراح لمحافظ كفر الشيخ في الوقت دوت. فهو بيحاول يقول له طب انا عاوز اشتغل، فهو المحافظ كلمه اسلوب مش كويس. تمام. ضروري. المهم يعني المحافظ قال له طب الولد بيقول له اعتبرني ابنك. تمام. فهو المحافظ قال له طب اعمل لك اثر معاه. المهم ما امشي بالدور، اتعامل معاه بشكل غير لائق. المهم الوقت خلص، انا عندي فقره ثانيه. اوكي المحافظ دوت بقى وزير. تمام. المهم الولد كان بيعيط عشان هو اتهان جدا. طبعا الولد دوت مين؟ هو مصطفى. تمام. المحافظ ده بقى وزير التنميه. تمام. انا عايز اقول مصطفى دلوقتي بقى بيشارك في اكسجين مصر، بيحاول يقول حقي فين. تمام. شرفتني ونورتني محمد ابراهيم، مصطفى علاء، غدا المصري. هنطلع فاصل وبعد الفاصل نتواصل معاكم مره ثانيه ببرنامجكم شباب على الهواء.